السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة الدار داركم مع أمين. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ويلاقيكم الفيديو في أحسن حال. جبت لكم اليوم وصفة جديدة، أو هي بالأحرى الفيديو قديمة. الناس اللي متبعيني من الأول راح يشوفوا بلي هذا الفيديو ديجا درتها تاني في وقت الكورونا. كاين دي فيديو اللي كنت في البدايات وما كانوش طالعين لي فيو، قلت علاش لا ما نسحقوهمش دروك نعاود نحطهم لكم. المهم اليوم وصفة الفريكاسي تونسي، خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. دونك هنا تقريبا درت رطل تاع الفرينه، انت دير على حساب الافراد تاع العائله. كيما لا درتيها في رمضان ديري غير نص رطل تاع الفرينه بزاف. انا عارفين رمضان ما ناكلوهمش، يعني ما ناكلوش الصوالح بزاف. المهم قلت لك رطل تاع فرينه، مغرف كبيره نتاع خماره مع مغرف كبيره تاع السكر، ونص مغرف نتاع الملح. شفتوا الملح بعدته على الخماره باش تتفاعل. المهم حبه بيض، ونبدا نلم الخليط تاعي. هذا ما كان رطل تاع الفرينه، مغرف كبيره نتاع خماره الخبز، مغرف كبيره تاع السكر، نص مغرف نتاع الملح، حبه بيض، ونبداو نلمو بالماء دافي. هنا الكاس الاول كملته، يعني تقعدي تزيدي في الماء غير بشويه بشويه حتى تتلايم لك العجينه. جربوها ما راحينش ندموا، والله ما شاء الله واحد الوصفه. هاد الخبزات يعني هاد الميني هذا بان ينقلى، ماشي يطيب ماشي يطيب في الطاجين ولا في الفور، مي ينقلى. راني زدت ربع كاس تاع الماء، وراني نزيد بشويه، ما نزيدوش مره واحده. ونقول لكم قبل اللي مازال ما اشتركتش في القناه تشترك عندي فضلا وليس امرا. الناس اللي تتفرج كتر من الناس، يعني الناس اللي تتفرج عليا ماشي مابونيه كتر من الناس اللي مابونيه، واللي راهم ديجا ابوني ماشي يوصلهم الاشعارات يقلعوا لابوني ويعاود يردوها ويديروا الجرس باش يوصلكم كل جديد. هنا رايحين نوجدوا الحشو تاعها تاني بنين، والحشو تاعها بارد، يعني ما غاديش يطيب بارد. الحاجه الاولى حندير لاصوص. هاد الفرomاج ما زدتش عاود كاع لقيته. الناس اللي سكنوا هنا في وهران عاود شافوه في لي سوبرات ولا جاي كي الفته هذاك تاع ياكلوه المصريين والسوريين، بنين بالبزاف. كنت ندير بزاف لي صالي بيه ولا لي صالاد. نتوما تقدروا ديروا اي جبن عادي، انا درت هذا ودرت شويه تاع زيت زيتون، ربع بصله والمعدنوس، ونميكسوهم مليح. زدت لها شويه تاع الماء باش تطلق. نتوما ديروا اي نوع تاع جبن. الناس اللي تبغي هذاك لوغو تاع الثوم يديروا الجيرفي. شفتوا داك الجيرفي اللي ينباع، الجيرفي يجي فيه الثوم وكاع تقدروا ديروه. ها هي لاباط تاعي بعد ما خمرت تقريبا واحد النص ساعه ولا مي رانا في البرد، هذيك هي نص ساعه ولا 40 دقيقه تكون خمرت. نزيدها شويه تاع الفرينه ماشي بزاف غير باش نلم ونشكل الكويرات تاوعي. نبغي نطول لكم لا فيديو باش تشوفوا كلشي بلي ديتاي. حاجه اللي باينه ما نطولش فيها، مي حاجه اللي كاين صوالح اللي يليق نوريكم كلش. المهم نديروا كويرات صغار. شوفوا انا هنا راني دايره طورشون، نزيد ندير نسوبودري الفرينه تاعي ونحط الكويرات باش ما يلصقوليش. ما ديرهمش كبار بزاف وما ديرهمش صغار بزاف، متوسطين. نعاود نقول لكم الناس لهم يشوفوا في الايزيس وفي الاخر فوق البوطاجي، طلع غالب الضيق لا غالب. شوفوا نابلاتيهم شويه، يعني نقرصوهم غير هكا شويه، نديروهم بالطول، رايحين بالطول ماشي بالعرض.
الا شفتوهم كبار بزاف نقصوا منهم، وما ترقوهمش بزاف باش تجي شويه لداخل معمره. هذا هو الحشو. هنا راني مفيضه حبه بطاطا، حبه بطاطا. هذيك لاصوص اللي وجدتها درتها في لابوشادوي، زيتون، كحل، معدنوس، الطون، وتزيدوا تقدروا ديروا البصل، ديروا الطوماطيس، كاع حد صوالح. انا ندير على حساب ما ياكلوا لي في الدار، راكم فاهمين. دونك ندير الطون تاعي، طون زيت اكيد، انا راني مصفياته من الزيت. والبطاطا اللي فيتها نتوما ديروا على حساب الكميه تاع على حساب افراد العائله. ونقطعوا المعدنوس، تقريبا سلطه تاع بطاطا بالطون نعمروا بها لي فريكاسي. وان شاء الله الوصفه الجايه ندير لكم شاباتي ايضا تونسي. نديروا شويه تاع الملح، ما تكثروش لان الفرماج ديجا فيه الملح والطون فيه الملح. ديروا الحار ايضا تاني يجي بالحار. انا ما عنديش ما ياكليش ولدي، ما ياكلش الحار، علاه ما درتش الحار. زدت شويه هذيك لا بريباراسيون تاع الفرomاج. وهنا ديروا علاه راني دايره في كاسونه باش نكثر زعما باش ندير الزيت يكون غارق. لو كان ديروا مقله كبيره غادي يعني ديروا بزاف زيت وهكا ضياعه. ندير غير حاجه صغيره ندير فيها الزيت حتى يحمى، ونبدا نقلي لي فريكاسي تاوعي كيما السفنج. تقعدوا تكبوا فوقهم الزيت وما يجوش مزيتين، والله صدقوني ما يجوش مزيتين، يجوا بنان بالبزاف. وتقعدوا تقلبوا فيهم حتى تحصلوا على اللون الذهبي. شوفوا ما شاء الله. وما تجي معجنه، ما تجي حتى حاجه، باسكو تكون خامره وتكون مخدومه بيان. نكمل كاع الكميه بنفس الطريقه، نقلي حتى يتحمر ونديروه في كسكاس. شوفوا كما راكم تشوفوا راني دايرتها في كسكاس يستقطر مليح. هما لي فريكاسي تاوعي نحلوهم. شوفوا ما شاء الله لداخل، ما تجي معجنه ما والو. نديروا لاصوص. هنا تقدروا ديروا الحار، الناس اللي ياكلوا الحار يجيب الحار روعه. وكما قلت لكم تقدروا تزيدوا تقطعوا البصل صغير وتقطعوا معاه الطوماطيس صغيره. ونعمروا وندير الجبن. مش عارفه راح لي المقطع اللي نعمر نيشان، مش عارفه. المهم هاني ندير الجبن. قلت لكم تقدروا ديروا اي جبن، وتزيدوا ديروا الجبن المبشور وديروا الزيتون، تقلعوا له العلف بيان سور. وهادو هما لي فريكاسي تاعنا. هذه هي الوصفه تاع نهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم ونالت رضاكم. الى عجبتكم ما تنساوش ديروا لي لايك وديروا لي اشتراك وتخلوا لي تعليق. شباب كيفكم. المهم تهلوا في رواحكم، تهلوا في الناس اللي يبغوكم. سلام.